السلام عليكم ومرحبا بكم. تعيش الأوساط الريادية والسياسية في إسبانيا حالة من القلق بعد تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان، التي لمح فيها إلى أن ملعب الحسن الثاني الجديد ببن سليمان قد يكون الأوفر حدا لاحتضان النهائي مونديال 2030 التي ستنظم كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. وخلال ندوة في مدريد اكتفى لوزان بالقول إن من غير المفهوم ألا تستضيف إسبانيا النهائي، لكنه أقر بأن المغرب يقوم بعمل مدهش، في إشارة إلى سرعة إنجاز ملعب ضخم يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج قرب الدار البيضاء، ما يجعله منافسا قويا لمدريد وبرشلونة. ورجح محللون إسبان أن تكون هذه التصريحات اعترافا ضمنيا بتقدم المغرب في السباق في ظل الديناميكية الكبرى التي تعرفها المملكة استعدادا للحدث العالمي. صحيفة موندو ديبورتيفو كتبت أن ما لم يكن متوفرا قبل عام أصبح ممكنا الآن، في إشارة الإعلامي كاستانيو إلى أن النهائي قد لا يقام في مدريد أو برشلونة. ويرى مراقبون أن احتضان المغرب للنهائي سيكون ذا رمزية كبيرة، خاصة أن مونديال 2030 يصادف الذكرى المئوية لكأس العالم، ما سيمنح المملكة إشعاعا دوليا غير مسبوق.